السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم عاود حليوات ديال العيد. واليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم 3 ديال الشكيلات ان شاء الله بحول الله بكاوكاو، يعني نصوب خليط واحد وغادي نخرج منه 3 ديال الشكيلات بلا فران، يعني غير باردين وسهلين وكيجيو بنانين. بالنسبه لبنات الحلويات اللي ما غاديش نشارك معكم بحال الفقاص بحال شحال من حاجه راني مشاركاها معكم ديجا في القناه. غادي نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف، ورجعوا لي فيديو اللي فاتوا راه شاركت معكم بزاف الانواع ديال الحلويات، فما بغيتش نعاود اللي شاركتو قبل ما كنعاودوش. بالنسبه للوصفه ديال هذا النهار البنات غادي نحتاجوا لها، عندي هنا بعدا لا باز ديال الحلوى هي كاوكاو. عندي هنا كاوكاو محمر وطحناه، هادو جوج ديال الكاوكاو. عندي الكوك حتى هو محمر غير في مقيله هكا. عندي البسكوي مطحون، الزنجلان حتى هو محمر ومطحون، شويه ديال القرفه، وغادي نجمعوا الخليط بالعسل. ندوزو للطريقه على بركه الله وهانتوما مع الفيديو. ناخذ البنات اناء هنا غادي ندير فيه المكونات ديالي. بسم الله. غادي نزيد البنات شويه د الملحه، غير الشيشه. دابا البنات بعد ما خلطت النواشف كاملين غادي نجمعهم بالعسل. هنا البنات كيف ما كتشوفوا الكاكاو راني زدت 2 معالق كبار ديال الكاكاو مر، ما بغيتهاش تجيني حلوه بزاف فدرت الكاكاو مر باش يرسلي داك الحلاوه. ما حطيتولكمش من الاول مع المقادير حيت اختياري ماشي ضروري ديروه، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. صافي غنكمل بهذه الطريقه تنجمع الخليط ديالي. دابا بعد ما عجنت الخليط ديالي البنات شو غادي ندير؟ غادي نصايب معكم الشكيلات ياكو، نصاوبوهم نوريكم كيفاش غادي نقادهم. عاد غادي نمشيو للمرحله ديال الشكلاط ديال التزيين. ما بغيتش ندير شويه هكا باش ما نتخربقوش في لا فيديو. غادي نبداو بعدا اول حاجه بالرخامه او الزليجه لا واحد وشنو كيقول لها. غادي ندير واحد الكميه هنا. هاد الاطار البنات الا ما عندكمش ممكن تستغناو عليه، غير هو هاد الاطار صراحه كيخلي الرخامه ديالنا كتجي مفينيه معجنه، ما كنخسروش بزاف، يعني كنقطعو غير واحد شويه في الجنب صافي. ندير نص تقريبا صافي، وغادي نسطحها كامله على في المول. بالنسبه للحجم ديال الرخامه البنات نتوما غتحكموا فيها، بغيتوها تكون عاليه بغيتوها تكون رقيقه، نتوما شنو كتفضلوا.
دابا هادي غادي نحطوها جانبا حتى نرجعوا لها فاش ندوبوا الشكلاط. وندوزو للشكل الثاني البنات اللي غادي نديرو هكا دي بول صغارين. بالنسبه للشكل الثالث البنات ها هما درتهم هكا على شكل باطوني، وهذا ضروري البنات خصو يكون في الكونجيلاتور. كيتصايب بحال شكل ديال الفقاس هكاك، وغادي نديروهم في الكونجيلاتور فاش غادي يجمدوا لي مزيان واحد الساعه هكاك ولا ساعه ونص. غادي ندير عليهم شكلاط كحل ونقطعهم ان شاء الله. دابا هادو غادي نردهم للكونجيلاتور، وهادو البنات التكليبو اللي صايب حتى غادي نديرهم في الثلاجه باش يشدوا لي راسهم. هنا البنات عندي شكلاط ابيض وشكلاط كحل، غادي نديرهم في حمام مائي يذوبوا لي. صافي البنات بعد ما ذوبت الشكلاط غادي ناخذ هنا الشكلاط ابيض، بسم الله. غادي ناخذ هنا البنات شويه الشكلاط ابيض، غادي نديرو هنا من الفوق. ما تكتروش البنات باش ما تجيش الطبقه غليظه، غيجي حلو بزاف. صافي نسرحوها. نخليوها تشد في راسها شويه البنات، يعني ما تشد في راسها حيت هذا غيكون من التحت. غادي ندوز هنا شكلاط كحل، وغادي ندير منه شويه في هذا البلاستيك باش نزين الرخامه من الفوق. صافي البنات بعد ما الشكلاط شد في راسو دابا غادي نقلبوها. بسم الله. نخويو الشكلاط صافي، وغادي نسرحو هكا بالمعلقه. صافي البنات دابا غادي هكا ضربتوها للثلاجه تيشد الشكلاط مزيان في راسو، ونتلاقاو باش نقطروها مجموعين. وبالنسبه لهاد لي باطوني البنات اللي كانوا في الكونجيلاتور دابا جبدتهم، وغادي ندير فيهم هكا شكلاط كحل كامل من الفوق. بلتين ديالو من فوق البنات،
حتى هو غادي ندير فيه غير هكا خطوط بالشوكولاته كحل النيت. صافي البنات، ها نتوما دابا غادي ندخلهم للثلاجه باش يزيدوا يشدوا فراسهم مزيان، ونتلاقاو باش نصوبوا الشكل الثالث ان شاء الله. بالنسبه للشكل الثالث البنات هما هاد لي بولي صايبنا. ها نتوما دابا انا ذوبت هنا شوكولاط ابيض، غادي نلوح هكا نخليها تهز الشكلاط، نهزها بفرشيط ونكون موجده حدايا بلاطو او شي حاجه هكا فيه البابي كويسون ونديرها فيه. غير يبقى البنات يشد شويه الشكلاط فراسو. انا غادي نزوقو بالفيرميسيل الالوان. ها هو نتوما زوقو باش ما بغيتو. فوالا المهم البنات باش ما يجيكوش الفيديو طويل، انا غادي نحبس نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي ونتلاقاو باش نقطعوا الشكيلات الاخرين ونقدموهم ان شاء الله. A few moments later. صافي البنات دابا غادي ندوزو نقطعوا هاد الشكل هذا ان شاء الله. صافي البنات نكمل الكميه اللي عندي كامله وندوزو باش نقطعو الرخامه ان شاء الله. دابا البنات غادي ندوزو نقطعو الرخامه، غادي نحاول نقطع غير الجوانب. بسم الله. صافي دابا قطعت الجوانب وغادي نبدا نقطعها ان شاء الله. البنات باش من الاحسن يجيوكم كلهم قياس واحد، انا استعملت هنا مسطره. صافي بسم الله وغنبدا. صافي البنات نكمل هاد الكميه اللي بقات لي ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الشكيلات ديال اليوم. كتشوفوا هكا كنقادهم، راه غير خرج شويه د الكاوكاو ولا شي حاجه من الجناب كنقادها وصافي. المهم نساليو ونتلاقاو باش تشوفوا. فوالا البنات هادو هما الشكيلات اللي صايبنا مجموعين. شوف ها هو الشكل الاول اللي درناهم باطوني وغلفناهم بالشوكولاط ابيض. هادي خلاص الرخامه. هادو اللي درناهم في الشوكولاط ابيض وزبقناهم بهذا الفيرميسيل الوان، درتهم هكا في كويغطات. كنتمنى البنات الشكيلات ديال اليوم يكونوا نالوا اعجابكم وتقبلوا عليا وتجربوهم، وما تنساوش تخليو لي دي كومونتير زوينين وتخليو لي ميساج في انستغرام. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الانستغرام ديالي راه ديما كنخلي لكم في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم هنا في لا فيديو ها هو فين كتبتو لكم. وما تنساوش كي كنقول لكم ديما ديروا لايك لا فيديو
وابوني للقناه وتضغطوا على جرس الصغير باش اي جديد حطيتو يوصلكم نتوما الوالا، وتبارطاجيو الفيديو اكيد مع صحابكم وخوتكم باش العائله ديالنا تزيد تكبر. خليت لكم الراحه ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.